السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة مغربيت. شكرا لكل من يثق بنا من مختلف أنحاء العالم. شكرا لكل من يأتي للحضور لمقابلتنا في سبيل الله وحبا في استكشاف الأشخاص الذين يقفون وراء قناة مغربيت. شكرا لكل من يدعمنا من قريب أو بعيد. شكرا لكم جميعا. أود أن أوصل رسالة لكثير من الأشخاص: إعادة البيع والشراء. بغيت نوصل لكم الإخوان واحد الميساج بس بالنسبة لبزاف ديال الناس اللي عن قصد أو عن غير قصد. باش نشرح لكم هذه الأمور، باش يكون العملية ديال البيع والشراء ديال البقع تكون بواحد الطريقة صحية وسليمة، وما نبقاوش نشوفوا مثلا نقولوا غير راه السمسار راه كيدير مشكل، ولا السمسار راه هذا ولا السمسار هذا. لا 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 لا, لا. راه كاينين بزاف ديال الزبناء كيديروا اخطاء، واخطاء كتكون كتاثر على السمعه ديالهم والتعامل ديالهم مستقبلا الا بغى يبيع ولا بغى يشري. وانا غادي نقول لكم علاش. فكاين بعض الاشخاص اللي كيتواصلوا معنا وكيعطيونا البقع ديالهم، كيقول لك اخويا الله يرحم الوالدين، انا بغيت نبيع البقع ديالي، انا بغيت نبدل، انا ما بغيتش نبقى تما في حلاله، انا بغيت غير الفلوس ديالي نمشي بحالي، انا بزاف ديال الاعذار. كيعطينا البقع ديالو بواحد السعر اللي هو كيحدو، واللي حتى مغربيه عمرها ما كان عندها اليد في انها تحدد السعر ديال البقعه. حنا كنمشيو على السعر ديال صاحب البقعه. ملي كيعطينا البقعه ديالو كنبداو نخدموا عليها، كنجيبوا الشاري، كيجي الشخص اللي كيكون معني مثلا بالبقعه وباغي ديك البقعه هذيك. ملي كنتواصلوا مع الشخص يعني كيبدا كيعطي واحد التبريرات واهيه بانه ما باغيش يكمل عمليه البيع والشراء. علاش؟ هو كيكون مثلا باغي يعرف غير السعر ديال البقعه شحال واصل ولا كذا ولا هذه ولا هذه. يا اخي يا اخي يا اخي، الله يرحم لك الوالدين، فاحنا هنا لمساعدتك بلا ما تلتجأ لهذه القضيه هذه. فاحنا هنا من اجل المساعده ديالك باش تبيع البقعه ديالك، وباش كيكون الناس ما عندوش باش يكملوا البقعه ديالهم، ولا ما عندوش فلوس، يعني كيضطر انه يبيع. حنا كنساعدك، ولا كنت باغي تعرف عيد الثمن ديال البقعه فاحنا كذلك كنساعدك. نعطيوك التسعيره ديال البقعه ديالك انطلاقا من اقرب بقعه لك بنفس المواصفات ديالك، بنفس الثمن ديال هذا الوقت هذا. واش فهمتي؟ حنا مستعدين ان نديروا لك الاستيماسيون ديال البقعه ديالك بلا ما تدخل في داك المتاهات ديال وشد وعطي ونعطي لهذا ونعطي لهذا ونعطي لهذا ونسول ونجيب وكذا. تدخل في واحد المتاهات اللي حتى الثقه ديال الناس اللي باغيين يخدموا معاك وباغيين يخدموا على البقعه ديالك ولا كذا ما كتبقاش الثقه. المره الجايه تعطيني البقعه ديالك ما بغيش نخدم عليها، ما نبغيش نتعامل معك اصلا. لان الطريقه باش كيكون التلاعب كتكون طريقه الا الانسان اللي كان عنده عذر ديالو ما بغاش يبيع، فديك الساعه كتواصل معاه كيقول لك اخويا انا راه ما نسجل ولا نحفظ ولا ما بغيش نبيع ولا كذا، كيعلمك قبل. ولا ملي كتكون توصل اللفظ فينال ديال البيع كيقول لك اخويا لا انا راه مازال متردد وانا مازال ما عنديش يعني القرار النهائي ديال البيع. فهاد القضيه هذه الاخوان باش ما تاثرش على السمعه ديالكم نتوما كشخص باغي يبيع، ولا باش ما تاثرش على العمليات ديال البيع بصفه عامه، ويكون الجو صحي ديال البيع والشراء. وكما عودناكم فقناه المغربيه دائما مبنيه على الوضوح وعلى الصفاء في المعاملات ديالنا. ما عندناش حنا ادنى شك في اننا نقدموا مساعده لاي شخص كيفما كانت. كنجاوبكم رغم انه عندنا التزامات اخرى، فاحنا كنخصصوا وقت يعني ديك الساعه هذيك، ولا ملي كيكون عندنا الوقت فاحنا كنعطيكم الوقت الكافي باش اننا نجاوبوا على التساؤلات ديالكم. وانا اشهدكم بالله ان اي شخص صيفط لي شي مساعده وما ساعدتوش، مستحيل مستحيل، الا كان شي عذر قاهر ما يخلينيش انني نجاوب شي واحد ولا ما ردوش. وحتى لما كانش عندي الجواب فانا كنمشي نسال اشخاص ذوي الخبره، وكنحاول ناخذ من عندهم اجابات صحيحه وعاد كنرد على الناس. هادشي اللي كاين. اذا فالاخوان الله يرحمكم الوالدين، خليوا العلاقات ديال البيع والشراء تكون صحيه وجيده، ويكون الوضوح في التعامل باش العلاقه ديال اصحاب البقع والعلاقه ديال المشترين تكون علاقه زوينه. وحنا ما كنبيعوش وكتسالي العلاقه ديالنا ديك الساعه، بالعكس فاحنا العلاقه ديالنا كتستمر حتى بعد البيع.
فاحنا كنعاونوك انك تولي مستثمر، ما تبقاش غير كتشري بقعه وتبني دار وتسكن فيها، ولا حنا نعاونوك انك مثلا دير مشروع ديالك، ونعطيوك اورينتيوك فين غادي تمشي، شنو المشاريع اللي مطلوبه، شنو بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. وشركه تمغربيت او نقول وكاله المكتب الاستشارات العقاريه تمغربيت فهو اكبر من مجرد وكاله عقاريه، هو اكبر بكثير. وان شاء الله قادم الايام غادي يبين لكم وغادي يوضح لكم الخطط العريضه والاهداف ديال تمغربيت ان شاء الله. وشكرا على الاستماع ديالكم. واللي عنده شي اعتراض ولا عنده شي ملاحظه ولا شي حاجه، فاحنا كنتقبلوا جميع الملاحظات والانتقادات، مرحب بها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.